السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام في قناة ابن النعمان، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة النهاردة مليئة بالمفاجآت، فعلا مفاجآت 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 لجمهور نادي الزمالك، ومفاجآت صادمة لجمهور النادي الأهلي. إمام عاشور وقع رسميا للنادي الأهلي منذ 4 أيام. قام كابتن ميدو ببث فيديو بشرح الموضوع، انه تم التواصل مع كابتن امام عاشور، وقال له انه كابتن امام يريد العودة للزمالك. فكابتن ميدو راح للنادي الدنماركي، فالنادي اخبره انه تم توقيع كابتن امام عاشور للنادي الاهلي. مفاجأة صادمة اخرى لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي، نادي الزمالك وقع مع خط وسط للنادي الاهلي، خطف نجم النادي الاهلي، ودي هتكون مفاجأة من العيار الثقيل جدا جدا. ترددت انباء كثيرة عن تعاقد الزمالك او حول مفاوضات جادة على اللاعب احمد عبد القادر، ولكن انا بقول لحضرتك واعتبره حصري في قناة ابن النعمان ان الزمالك تم بالفعل توقيع مع نجم آخر، وهو خط وسط النادي الأهلي. الكابتن اللي طلع وبس فيديو وقال نادي مبادئ ايه، انتوا رايحين تتعاقدوا مع إمام عاشور ومش عايزيني وما جددتليش صاحب القضية. أكيد ده الكابتن كل الناس عرفته، كابتن قفشة في نادي الزمالك قريبا. أعزائي المشاهدين، أنا عايز هذا الفيديو اللي هيعمل رجة في مصر كلها وفي الوسط الرياضي كله، اعمل شير ولايك للفيديو في قناة ابن النعمان. أعزائي المشاهدين، دي كان بالنسبة لإمام عاشور وبالنسبة لأحد لاعبي النادي الأهلي. على طريقة عبد الله السعيد يسير الزمالك يقول لقد تعاقدتم مع نجم قد بعناه، اشتريناه ب 10 مليون جنيه وبعناه ب 90 مليون جنيه، وانتوا عايز تتعاقد معاه اتعاقد معاه، بس انا ما بدخلش في اللعبه دي ابدا. اما فانا تعاقدت مع لاعب من عقر داركم، ليس عن طريق الخارج ابدا والعوده الي مره اخرى. نادي الزمالك، نادي الاهلي، جماهير نادي الاهلي ستواجه مفاجاه اخرى، وهي قد يكون اليو ديانج خط وسط النادي الاهلي مش هيلعب مباراة القمة نتيجة لأنه عليه فلوس للوكيل، وكيل أعماله 250 ألف دولار ما دفعهمش اليو ديانج، فوكيل أعماله قدم دعوة وشكوى للفيفا وحكمت بإيقاف اليو ديانج 6 شهور. دي كانت المفاجأة الثالثة بالنسبة لنا. طيب المفاجأة الرابعة، ترددت أنباء كتيرة جدا. هل الزمالك هيعمل ممر شرفي للاعيبة النادي الأهلي، بممر لتتويج النادي الأهلي رسميا بعد هزيمة نادي بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا، أم لم يفعل ذلك بأمر من إدارة نادي الزمالك؟ المتوقع والأكيد أنه سيتم عمل ممر شرفي للعيبة نادي الزمالك. نادي الأهلي تم تتويجه رسميا، ولكن يوم الخميس قمة خاصة، ديربي خاص بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، وكما وعدناكم سيتم عمل فيديو تحليلي قبل المباراة لهذه القمة المرتقبة اللي بتنتظر مفاجآت كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستوب.